شلونك عين شلونك؟ هل تعلم أن صلاح عبد الغفور هو كردي الأصل من محافظة ديالى في العراق؟ هل تعلم أن صلاح عبد الغفور هو الشاب الأول الذي نجح في برنامج الهواة الذي كان يعرض آنذاك في زمن العراق القديم؟ هل تعلم أن صلاح عبد الغفور رفض وجود الراقصات معه في الفيديو كليب لأنها تؤثر على سمعة وتشويه الأغنية العراقية العريقة؟ هل تعلم أن صلاح عبد الغفور غنى له أغلب الفنانين العرب والعالميين؟ هل تعلم أن صلاح عبد الغفور غنى بالعربية والكردية واليابانية والتركية وبعض من اللغات الأخرى؟ هل تعلم أن أغنية شلونك عين شلونك ضاعت من الكاتب في حاويات مدرسة في العراق، فاستطاع صلاح عبد الغفور أن يحصل على الأغنية ويلحنها أخو صلاح عبد الغفور وتكون هي من أجمل أغاني صلاح عبد الغفور؟ هل تعلم أن صلاح عبد الغفور توفي في حادث سير في أربيل العراق ودفن في العراق؟ حياكم الله وبياكم.